النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى صينيه مكرونه بشاميل، تحفه جدا. كمان هنعملها بربع كيلو من اللحمه المفرومه. هنبدا كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول. بس اهم حاجه لو عجبكم الفكره شجعونا بلايكات كتير وكومنت حلو منكم. اول حاجه حطيت معلقه من السمنه. هننزل كده بربع كيلو من اللحمه المفرومه نديها صدمه. وبعد كده اول ما نديها صدمه هنبدا بقى ان احنا هنحط عليها البصل. هنستخر كده اللحمة ونحط ربع كيلو من البصل. يعني مقدار اللحمة هنا بيبقى قد مقدار البصل، ربع كيلو من اللحمة عليها ربع كيلو من البصل. من نص كيلو من اللحمة هتحطي برضو نص كيلو من البصل. طبعا هنا هتتخطي وهتقولي ده البصل كتير ودرع على اللحمة. لا استني بس عليا هتشوفي قد ايه هتبقى جميلة جدا، وكل ده هيدبل مش هيبان خالص. طبعا حطينا ربع كيلو من الفلفل، اذا كان فلفل الوان او اذا كان فلفل رومي اللي انت حباه. هنحط بقى معلقه من البابريكا عشان يدي لون كده حلو للحمه. وبعد كده بقى هنحط بقى معلقه من الصلصه ومعلقه من هريسه الشطه عشان نعزز كده لونها، وكمان بيدي طعم حلو جدا. زي ما انتم ما شايفين البصل دبل تماما، مفيش ولا بصل ولا حتى الفلفل باين. هنبدأ بقى ان احنا هنحط البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر وملح، والبهارات اللي هي بتاعت اللحمة بيدي طعم حلو جدا. وهنا هنحط ربع كوباية من المية، هنخليها تشرب المية بتاعتها على نار هادية. هتبقى طرية جدا اللحمة معاكي وتحفة جدا، احسن ما تبقى معضمة كده معاكي لو ما حطيتلهاش شوية المية الصغيرين دول. بعد كده بنسيبها على نار هادية. طبعا هي متكلمة على نفسها، شايفين كده طرية وتحفة جدا، وكمان ما فيهاش ريحة البصل زي ما انتم شايفين كده اتبخر تماما. تقدري تعملي بيها مكرونة بشاميل، تقدري تعملي بيها اي حشوة انت حباها. عملنا بيها قبل كده الجلاش اللي هو التركي، كان تحفة جدا وعجب ناس كتيرة قوي. هنا بقى طبعا معانا نص كيلو من المكرونه. انا الصينيه اللي انا هستعمل نص كيلو من المكرونه، حطيت عليها الملح وهنسيبها تستوي. هنا بقى هنعمل البشاميل. حطيت معلقتين من السمنه بمعلقه الغرف الكبيره. وهنا بقى هنحط 6 معالق من الدقيق. هنقلب كده بقى الدقيق مع السمنه لغايه ما تشمي كده ريحه الدقيق مع السمنه. وهنا طبعا لو انت حابه ان انت الكريمه بتاعتك اللي هي بتاعت البشاميل اللي ما تبقاش تقيله قوي، يبقى تقللي كميه الدقيق. انا طبعا هنا انا بحب البشاميل اللي يبقى قوامه تقيل، فحطيت 6 معالق من الدقيق. هننزل بقى هنا معانا نص كيلو من اللبن، هنزل على البشاميل بيه. بس هنا بقى ايه بقلب. هنا طبعا هنستبعد بقى النار وشلتها كده من على النار. وبعد كده هبدأ ان انا هنزل كمان بالشوربة دي. عندك بقى شوربة لحمة او ممكن ما عندكيش شوربة، شوربة ماجي اللي عندك. هنبدأ ان احنا بنقلب كده على البارد بعد ما نرفعه من على النار. بعد كده اول ما الخليط كده يبدأ ان هو فك معانا، نبدأ ان احنا بقى نرفعه على النار ونحط كده قشطة لو عندك متاحة. قشطة بقى بتاعة اللبن او قشطة اللي هي العلب اللي انت حباه. بتدي طعم حلو جدا للبشاميل. ممكن كمان تحطي ميكس جبن لو حابة. هنا هنحط بقى ايه مكعب مرق. وهنحط كمان ملح وفلفل، بس ما تكتريش في الملح عشان احنا طبعا ايه حاطين المرق طبعا. وطبعا زي ما انتم عارفين ان المرق بيبقى فيه نسبة ملح، يعني تدوقي كده البشاميل قبل ما تضيفي ملح عشان ممكن اصلا ما تحتاجش ملح. بتكتك كده البشاميل وبندفع عليه. هنا بقى معانا الصينية بتاعتنا دهنتها كده بمسحة من السمنة. وهنا بقى معانا المكرونة، حطينا ايه معلقتين كده من البشاميل. وبعد كده هبدأ ان انا اضيفها في الصينية كده من تحت. هنسوي بقى كده الصينية بتاعتنا. وهنا هقول لكم على خطوة حلوة جدا هتعجبكم قوي. هنبدأ بقى ان احنا حطينا كده عليها معلقة كمان من البشاميل. هنبدأ ان احنا ننزل بقى اللحمة المفرومة. شايفين اللحمة طالعة تحفة جدا، عايزة اقولك بجد طعمها بتبقى جميل جدا. انا بقعد اكل فيها كده قبل اصلا ما اعمل الصينية. وحطيت بقى ايه المكرونة. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا هنحط طبقة البشاميل لاخر حاجة. طبعا بندخلها الفرن، على الفرن يبقى ساخن. بس انا هنا ما بشغلش عليها الفرن من تحت، انا بشغل عليها الشوايه بس تاخد لون كده جميل عشان ما تنشفش معاكي من تحت. هنا بقى طبعا انا بحط لها كده معلقه سمنه بلدي من على الوش قبل ما ادخلها الفرن. عايزه اقول لكم بتبقى ريحتها تحفه جدا وطعمها في منتهى الجمال، وبتاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. بجد بتبقى طريه جدا وجميله، وزي ما انتم ما شايفين كده تحفه جدا.
اتمنى من كل حبايبي لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم الفكره ما تنسوش تشجعونا بلايك وكومنت حلو منكم، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشتركي في القناه عشان كل وصفاتنا اللي جايه هتعجبكم جدا.